تزامنا من العودة المدرسية إن شاء الله تكون موفقة لأبنائنا التلاميذ ولا في نطاق برنامج الشراكة برنامج المؤسسة صديقة للمدرسة. وتم إبرام شاري بونك اللي هي تبنت المدرسة في تجديد كامل تجهيزاتها من حواسيب من طاولات من خزائن من مكاتب، وكذلك تم توفير حافظات للتلاميذ حفظ المعدات المدرسية وميداعات. ولا المبادرة هي مبادرة تذكر فتشكر، وإن شاء الله تعم فهمت ولا، وإن شاء الله بالتوفيق الكل من شارك في المبادرة هذه. احنا قمنا في البداية قمنا لتشخيص الوضعية نتاع المدرسة، شفنا شنو نقصها بالكورديناسيون مع الإدارة الجهوية للتربية بقفصة. دونك شفنا نظفنا المدرسة، عودنا دهناها، عودنا قمنا بالرسوم، أثثناها من طواول وكراسي ومعدات مدرسية وخزين. اليوم قمنا معناتها بوضع معدات إعلامية للوليدات، كذلك مكنا كل تلميذ من كل فصل مكناها بمحفظة كامل أدواتها المدرسية. جبنا لهم أدوات مدرسية كاملة اللي تنفعهم وتكفيهم عام كامل، وباش نرافقوهم حتى لاخر السنه الدراسيه، ومتفوقين فيهم زاد نجيبوا لهم جوائز باش يجيهم زاد اخر سنه دراسيه، باش نحفزوهم اليوم باش يقراوا على ريحاتهم ويعملوا على ذراعاتهم ويعملوا على القرايه نتاعهم، هذيك هي اللي توصلهم، ويلزموا يكونوا متفائلين للمستقبل. هو ايمان منا بالدور اللي تلعبه المدرسه العموميه في بناء الدوله الحديثه في تونس، كذلك تكريم المدرسه اللي هي نعتبروها قاطرة للتنمية البشرية في كل أبعادها وكمصعد اجتماعي لكل أجيال تونس. احنا اليوم العمل تاع المؤسسة تاعنا هو قناعاتنا اللي المؤسسة تساهم في العمل الجمعياتي والمدرسي. دونك تولينا نخدموا مدة 4 ولا 5 سنين على المدارس، خدمنا في تونس براتيك، خدمنا في جندوبة، في نقاس، في سليانة، وفي العلاف القروان. زاد بالتوازي زملائنا في القصرين في معتمدية حيدرة زاد يقوموا بنفس النشاط في مدرسة الطبق. احنا نتمناو النجاح والتوفيق للتلامذة تاعنا المربيين والاولياء، وعندنا ثقة تامة فيهم للسنة الموسم الدراسي باش يتعدى صحيح. بالتوفيق للجميع. مبادرة أثلجت الصدور معناها الاولياء التلامذة، هذه الأجيال هذه هي معناها عماد المستقبل نتاع الوطن. هذه مبادرة معناها ممتازة، ما يمكنش معناها نقولوا كان نثمنوها ونشجعوا ونحفزوا على المسائل هذه. اما راهي ثم نقائص شوي موجوده هو المدرسه هذه ممتازه معروفه على المستوى الجهوي، معروف نتائجها. مثلا من ضمن النقاط انه تحضيري مش موجود، تحضيري ما هوش موجود، وهذه سياسه الوزاره هي تعميم التحضيري على المدارس الكل. عندنا قاعة موجودة، قاعة ديك مرفوضة من عملول، تم رفضها ليه على خاطر ما تستجيبش، تم رفضها. معناها كانوا 5 قاعات ولا 4 قاعات بركة. أنا ولي زوز تلامذة، عندي زوز تلامذة يقروا هنا، بارك الله فيكم في التظاهرة هذه وعاونتونا صحيح وبارك الله فيكم. أما ثم حاجات معناها أولويات أكثر من هذه. مثلا عندنا تلامذة 5 سنين و6 سنين يضرب في 3 كيلومتر واكثر من 3 كيلومتر يجي على رجليه، ما ياسر عليه. حتى نطالبوا الشركه باش نقصوا نحن ويجوا هما يمشوا هما يقروا، نقصوا لهم ويجوا يقروا لنا في الكار. ما يعطوناش معناها. حتى المواصلات معناها عاذبين فيها. نحن المواصلات هي اكبر عائق عندنا، نحن هي المواصلات والماء. مثلا نحن نسكنوا في بلاد التو نشروا الماء ب 40,000 ستيرنا ب 40,000. إذاعة قفصة مراية تتكلم